بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم جيمي لتحليل مباريات الهلال في البطولة الأفريقية. نبدأ إن شاء الله بكرة الهلال والقطن الكاميروني. الهلال بتشكيلة مباراة الأهلي المصري. فلوراني بنجي وضع تشكيلة متوازنة في الدفاع والوسط والهجوم. الهلال نظر المباراة بتمركز جيد للاعبين في الملعب، ولامين جارجو عمل عكسية ممتازة انتهت في كورنا. لامين جارجو لمح للوبو متحرك تحرك كويس، وأدخر أخذ معاه مدافع ما كبي المدافع معه غطى الكرة بشكل ممتاز. ديفيد أبانجا وإيمورو عملوا جملة تكتيكية جميلة جدا من الكورنر. هنا ظهر الشغل الكبير اللي قام به فلوران بتنوع الجمل التكتيكية الخطرة. أبو 20 قام بدور الليبرو وعمل إرسال طويل مع كيبي، لاعب متحرك كويس ويسبب صداع لأي فريق، واللاعب اللي بيقالع وما بخلي حقه. إيمورو في وضعية زي دي مفترض يتخذ قرار سريع، يا باص لزميلك الفاتح ولا في الأوت. الجانب اليمين للقطن سبب صداع للهلال، مفترض لعيبة الدفاع يطلعوا الكورة الجات باليمين والشمال وما لقت مدافع يطلعها. دي من الهجمات الخطرة جدا على الهلال. خروج كبير خاطئ لأبو 20 يقعد يكلف الهلال نقاط المباراة، بس متابعة ممتازة من نجم الوسط أبو عاقلة اللي رجع عمل دور الدفاع. التغطية من بوجبا ما كانت سليمة، خلت أبو عاقلة يدخل اللاعب ويخلق مساحة وعمل تمرير من العمق. لاعب القطن كان عنده خيارات لكن فضل التسديد، وأبو 20 كان صاحي. خطأ كبير من ضيوف اللي ما طلع الكورة بشكل سليم. إيمورو كان يحاول يطلع الكورة وما يدي اللاعب ظهره. في خلل تمركز في الدفاع، ضيوف مرق الكورة بفدائية. ده خطأ كارثي ما مفترض يحصل في الهلال. ثلاثة مدافعين في كرة هوائية، هي يدوا المهاجم مساحة للتسديد براسه. لوبو من ثابتة بعيدة من مكانه المفضل بسنتيمترات ضاعت منه. نجي لهدف القطن الأول. اللاعب حاول الارتكاز ومرر للاعب الهارب من الرغابة إيمورو وبعيد ومخلي مساحة كبيرة للاعب. لقى اللاعب نفسه في وضعية ممتازة للتسجيل وسدد في الجول. مع كيبي من ثابتة من مكانه محبوب يسجل هدف جميل، لمح الحارس متقدم وضعها في الجول. لاعب ممتاز، لاعب لماح، لاعب سريع يتخذ قرارات ممتازة وسريعة. هدف عالمي، لمح الحارس وسدد على الطاير، من أجمل أهداف البطولة على الإطلاق. مع كيبي يمرر محمد عبد الرحمن المفتقد مثل هذه التمريرات ويسدد في المرمى، وللأسف تسلل.